بعد 4 هزايم متتالية في البطولة، النادي الافريقي يتحول بن قردان من اجل العودة بنتيجة ايجابية، وبعد تصريحات سابقة لشهاب الليلي بعدم اقتناعه ببعض الملاعبية، الليلي يدخل بتشكيلة اساسية مغايرة للجولة الفارطة مع وجود العيفة الذوادي ووسام يحيى على البنك. أنا جيت نادي إفريقي باش نقوم بعمل يحسن ما هو موجود، يعطي أكثر حلول. في المقابل اتحاد بن قردان يسعى لتأكيد انتصار الجولة الفارطة على الملعب التونسي، وبن ساسي ينزل بتشكيلته المثالية مع غياب المهاجم شهاب الزغلامي لأسباب تأديبية. منذ البداية الزوز فرق يلعبوا الهجوم، وفي أول فرصة للاتحاد باتريك لوالوا يعطي الأسبقية لفريقه بعد توزيعة من خالد يحيى. هدف اعطى ثقة لاتحاد بن قردان اللي خلاه يتحكم في نسق الشوط الأول أمام تباعد للخطوط في تشكيلة السيا وغياب التركيز. الاتحاد في الشوط هذا كان قريب من تسجيل الثاني في أكثر من مناسبة، لكن كان ينقص الفينيش. الشوط الثاني النادي الافريقي يدخل ضغط على الاتحاد بن قردان، بالرغم انه خالد بن ساسي يعمل تغيير بدخول بن طرشة باش يلعب الدفاع للمحافظة على النتيجة واللعب على الهجومات المعاكسة. من الجهة الأخرى شهاب الليلي يلعب الكل في الكل، وبدخول ساسراكو مكان الشماخ النادي الافريقي كان في كل مرة قريب من تسجيل التعادل، وفي هالعملية يجي جديد بلال الخفيفي يعطي كرة للعافي بدوره للحداد اللي سجل هدف التعادل فرح جمهور الكلوب اللي كان حاضر في الطرح. هدف خلى اتحاد بن قردان يخرج من مناطقه الدفاعية ويهدد أكثر من مرة مرمى الشرفي، وكان قريب من أخذ الأسبقية مرة أخرى. وحتى الفرص اللي توفرت للافريقي ضيعها ساسراكو بالطريقة هذه. المباراة وفات بالتعادل 1-1، نتيجة تخلي شهاب الليلي يحصد أول نقطة مع الافريقي بعد 3 جولات. في المقابل الاتحاد يواصل حصد النقاط ويوصل للنقطة التاسعة كبداية مثالية مع لقطات ما تشوفها كان في بطولتنا. فريمون جو سوي تريست يعني بلاعبيتي والسيبورتير دو بني قردان ابري لا فيكتوار كنا نجموا بصراحة نربحوا يعني كل افريقيا. جا الفيكتوار لكن سلمنا فيه في الاخر، مي الحمد لله كمان في الاخر رانا خذي 1 بوان. كلوب افريقيا يلزمها تعمل رياكسيون، عملتها ضد النادي الافريقي وشفنا الفرحه نتاعهم يعني كي خذاو نقطه ضد بني قردان. سا مونتر اللي بني قردان ولات عندنا ان بون ايكيب.